تجربة وجبة الغداء على طيارة 380 مطابقين من دبي إلى براغ. أعطوني المنيو فاختاريت منه الستيك تندرلوين. ابتديت بتتبيلة السلطة، كان زيت زيتون مع خل البلزمك، التتبيلة لذيذة. بس غيرت رأيي وابتديت بالسوفت رول، كان وايد حلو لين وحار. السلطة كانت عبارة مجموعة من الورقيات مع الجزر وشوية فجل، والتتبيلة اللي حطيناها من قبل كانت فريش ومقرمشة ولكن قليلة المكون. مع الستيك كان في بوتيتو جراتان وكان فنان يا ولد. اما الستيك عادة وايد يعجبني على الاماراتية، بس اليوم ياني تندرلوين من اخر الفتيل. جودة اللحم وايد ممتازة، طريقة الطباخ فنانة، وخاصة انت في طيارة. مشكلة الستيك اذا يجيك من اخر نهاية التندرلوين من الذيل ما تعرف شلون تقصه، ما تعرف تقصه يمين تقصه يسار تقصه من فوق وتحت، فتعبني. لاخر لقمة كانت لذيذة فاعطيه 7 من 10. نسيت اقول لكم كان في جريفي مع الستيك وكان وايد حلو، اما الفاصوليا كانت عادية. وللحلو اختاريت شوكلت موس كيك، وكانت بصراحة من شفتها جميلة جدا وطعمها كان رائعة. هذه أعطيها سولid 9.5 من 10. والشاي عجيب. أعطي التجربة هالمرة 7 من 10.